الواحد وهو ماشي على الطريق بيفرح لما يشوف بلده كده، يشوف الطريق نضيف، يشوف الرقعة الزراعية ابتدت تتعمر تاني، نشوف الطريق ماشي ما شاء الله تبارك الله عليه. يعني ولا في تكسير ولا في حوادث ولا في عربيات نقل كبيرة ماشية على الدائري ولا على بلد ابتدت البلد تبقى بلد نظيفة وتبقى حاجة تانية وبيبقى فيها ما شاء الله تبارك الله نظافة وتقدم. ليه احنا بنطلع كل شوية نهاجم؟ عايزين توصلوا المصريين لإيه؟ عايزين توصلوا المصريين بيحبوا بلدهم، مصريين بيحبوا جيشهم، مصريين بيحبوا رئيسهم، مصريين هم اللي بيدافعوا على بلدهم، هو هيموتوا ببلدهم. انتوا عايزين توصلوا الشعب من كلامكم، من الفتن اللي انتوا عمالين تفتنوها وتوقيعكم للشعب وذباب الكتروني وتعريضكم لجهات اخرى غير الجهات المصريه السياديه. ليه؟ عشان كام دولار بتقبضوه تهاجموا شعب وتهاجموا بلد وتبقوا عايزين توقعوا بلد بشعبها. طب لو البلد وقعت شعبها يروح فين؟ ما هو شعبها ده اهلك واهلي واهلنا كلنا اهالينا عايشين فيها. اما بلدنا تقع المصريين هيروحوا فين؟ نحافظ على بلدنا، نحافظ على جيشنا، نحافظ على رئيسنا، نحافظ على مؤسساتنا. هي دي مصر، هي اللي باقيالنا، بلدنا هي اللي باقيالنا. مصر عمره ما هيبقى لاجئ ولا هيعرف يبقى لاجئ ولا يعرف حتى يبقى ضيف في اي بلد. احنا مصريين بنحب مصرنا، بنحب بلدنا، وواقفين في ظهر جيشنا وفي ظهر رئيسنا وفي ظهر مؤسساتنا. حتى لو في قرارات غلط واقفين برضو مع بلدنا، كله بيتصلح، كله بيعدي، محدش نازل من السما ملاك، كلنا فينا اخطاء. وتحيا مصر وتحيا رئيسنا عبد الفتاح السيسي.